وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا صباح الورد والنور والهنا والسرور على حبايب قلبي، اخواتي واصحابي واهلي وعيلتي الصغيرة اللي بحبهم وبموت فيهم ووحشوني ومش قادرة اقول لكم مفتقداكم قد ايه. حبايب قلبي، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد، بس هو بجد مش اي فيديو، مش اي كلام، يعني ده فيديو كله حماس، كله نشاط، كله طاقة. يعني هيخليكي كده تقومي تتشقلبي في البيت تخلصي كل اللي وراكي. فأتمنى قبل ما نبدأ الفيديو تعملي لي لايك، وكمان تسيبي لي كومنت زي القمر كده زيك، عشان بجد انتوا مش متخيلين قد ايه كومنتاتكو دي بتفرحني وبتفرح قلبي. وطبعا لو اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي معايا في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. وطبعا حابه ان انا ارحب بحبايب قلبي، كل بنوته زي القمر نورتني وشرفتني واشتركت في القناه جديد. اهلا بيكي حبيبتي، واتمنى يا رب اكون عند حسن ظنك. طبعا حبايب قلبي الامارات اللي متابعين الفيديوهات عارفين ان انا الفترة اللي فاتت دي كنت يعني بصيف كده كام يوم، والحمد لله انا رجعت بالسلامة. فعايزه اقول لكم ان انا ما رجعتش لوحدي، طبعا رجعت ورجع الغسيل معايا اللي عايز يتغسل. وعايزه اقول لكم يا بنات ان من اصعب الحاجات بجد اللي كنت بواجهها هي ان انا كنت بلاحظ حاجه غريبه جدا، ان كل مره بعد ما برجع من المصيف بالذات الفتره دي لازم الغساله تبوظ بعدها. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا قريب اكتشفت الاكتشاف ده لما قعدت ركزت كده شويه. اكتشفت ان فعلا انا الغسالة بتبوظ معايا مش بس علشان انا بشغلها كتير، لان انا يعني لا ما بشغلهاش كتير. انا العادي يا بنات ان انا عندي كل يوم غسلة، ده في الروتين حياتي العادي. وعايزه اقول لكم ان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده جزء من جبال الغسيل اللي انا راجعه بيها. ده انا بوريكم المنظر ان اصلا انتوا شايفين كل الشنطه دي انا اصلا ما فضيتهاش. وعايزه اقول لكم ان انا يعني عملت حاجات ذكيه قوي بجد هتنفعكم لو انتوا راجعين من اي سفر. اولها ان انا عملت الجزء ده يا بنات، بجد انتوا مش متخيلين ان انا خليت الجزء ده اللي جنب الغساله ضرفتين كبار كده واخدين الكورنر ده كله. انا مخليه الجزء ده للغسيل، لان كانت اكتر حاجه بتتعب نفسيتي لما برجع من السفر هو منظر الغسيل اللي على الارض. لان طبعا مهما كان عندك باسكت كبير بتاع الغسيل هو مش هيكفي كل الغسيل اللي انت جايه بيه. فالحمد لله عملت حسابي، وده بقى اللي انا اتعلمته من، يعني انا الاول كنت في شقه ايجار، فحاولت ان انا اتعلم من الاخطاء اللي كانت في الشقه دي. فلما الحمد لله جيت بقى اعمل مطبخي اللي في الشقه بتاعتي اللي انا فيها دلوقتي، حاولت كل حاجة كانت بتضايقني في المطابخ اللي في الشقق اللي قعدت فيها قبل كده ان انا يعني اتجنبها في المطبخ ده. فكان حاجتين هما اللي كنت مركزة عليهم جدا. اول حاجة ان انا عايزة مكان مستخبي للغسيل، لان انا من الناس اللي مهما كان البيت نظيف وفي حاجة قدامي، يعني باسكت الغسيل نفسه ده مصدر قلق بالنسبة لي. انا ما عنديش طبق غسيل يتحط فيه الغسيل كده جنب الغسالة وابقى شايفاه، دي حاجة هتضايقني. لا انا عندي الباسكت اللي بيتقفل اللي هو بيدخل جوه اليونت ده وبطلعه وقت ما احط الغسيل وبرجع اقفله واحطه تاني. انا كنت عايزه المطبخ ما يبقاش فيه حاجه باينه قدامي، انا عايزه كل حاجه متقفله. فعملت اليونت بتاعه الهدوم اللي بحط فيها اي هدوم متوسخه عندي دي. ودي حاجه لو اقول لكم ان انا لغايه النهارده مبسوطه بيها جدا، والحمد لله ان انا صممت ان انا اعملها. اه ناس كتير جدا هتقول معقول انتي مضيعة كل المساحة دي عشان الغسيل، بس هو بالنسبة لي يعني لا، الحمد لله ان انا عملت كده. وكمان يا بنات عملت دولاب للخزين. انتوا مش متخيلين قد ايه المهندس اللي كان بيعمل لي المطبخ كان بيتخانق معايا
علشان الدولاب بتاع الخزين ده، ويقول لي حرام مضيعين مكان كبير في المطبخ، ممكن نستغل الرخامة ممكن، وانا اقول له ابدا. وبجد يا بنات صمموا على رأيكم، لان هو المهندس في الاخر عايز شكل حلو. هو طبعا بياخد الصور دي بيعرضها عنده، فهو عايز يطلع في الاخر حاجة بيرفكت. يعني ما بقولش ان هو شكله وحش، هو طلع في الاخر تحفة وكل حاجة، بس انا ما دورتش على الشكل قد ما دورت على الحاجات اللي هتبقى مفيدة ليا. يعني دورت على الحاجات اللي كانت عاملة لي مشاكل وكنت عايزة اتفادى الحاجات دي. زي مثلا كان اكتر حاجة عاملة لي مشاكل مش بلاقي اماكن مثلا المناديل، الحاجات المنظفات، الحاجات دي كلها كنت عايزة لها مكان. الموب مثلا، طبق الغسيل، كل الحاجات دي انا عايزة لها مكان تتحط فيه. وكمان عملت فوقيه ستورج كده بحط فيه بقى كل الحاجات بتاعتي اللي انا ما بستخدمهاش دايما. يعني انا بحكم ان انا طبعا يعني عندي قناة وعندي كونتنت بعمله، فبيبقى عندي حاجات زيادة شوية عن ست البيت العادية. ممكن حاجات في الديكور، حاجات ديكور شتوي شوية، لا ديكور حاجات لرمضان، حاجات كده. يعني بما ان طبعا احنا ظهورنا كل يوم في الفيديوهات بيحتاج انك دايما يبقى عندك تغيير في الحاجة عشان الناس ما تزهقش من اللي هي بتشوفه. فبحاول بقى، كنت محتاجة جدا مكان ان انا اشيل فيه الحاجات دي، وفي نفس الوقت ما يبقاش فوق دولاب ولا تحت سرير، لان انا اصلا عندي تحت السرير يعني كفايه الهدوم الشتوي والصيفي اللي بتبقى تحته. وانا مش من الناس اللي بحب احط حاجات فوق الدولاب بصراحه، مش بحب الشكل ده. فقد ايه الحمد لله القرارات اللي انا اخدتها دي كانت عمليه جدا وما ندمتش عليها. يعني انا مبسوطه ان انا اتمسكت برايي وعملتها. ف حاولت بقى على قد ما اقدر كده. لما جيت احنا سيبنا المشكله الاساسيه بتاعه الغساله ودخلنا في حاجات فرعيه، بس انا بحب دايما افيدكم واوصل لكم اي حاجه ممكن تبقى مفيده ليكم. يعني بجد يا بنات والله الحاجات دي بتبقى مهمه جدا. فعايزه اقول لكم ان انا بقى لما ركزت مع الغساله شويه اكتشفت يا بنات ان مهما كنتي واخده بالك كنتي بتشيلي الهدوم بتاعه المصيف. يعني انا من الحاجات اللي بتساعدني جدا في ترتيب الدنيا لما برجع، ان انا من اول يوم بروح فيه المصيف بخلي فيه شنطة من شنط الهدوم اللي معايا. اي حد من الولاد او انا او جوزي او اي حد يعني عنده حاجة بقى اتوسخت ومش هتتحط مع الهدوم النظيفة، بحطها في الشنطة دي على طول بطبقها. يعني باخد القطعة دي سواء تيشيرت سواء غيار داخلي سواء أي حاجة، بطبقه يا بنات وبحطه في الشنطة دي كأني بحضر شنطة السفر بالظبط. فبيبقى عندي شنطة الغسيل جاهزة، فباجي أشيل الشنطة دي وادخلها على المطبخ على طول وابدا ان انا اشغل منها الغساله. غير ان انت تحطي الهدوم المتوسخه على الهدوم النظيفه، دي حاجه هتخليكي بجد عندك مشكله. لان كمان مهما كانت الهدوم النظيفه يعني ريحه الهدوم المتوسخه هتوسخها. فالتريك دي حلوه جدا، جربيها والله تفرق معاكي. يعني انا من يوم ما مشيت على الموضوع ده قد ايه ساعدني جدا. يعني بجد انتوا مش متخيلين ان انا في حاجات مهما لبسناها بالذات هدوم الخروج مش بتحتاج تتغسل كل لبسة يعني. ففي حاجات كتير جدا انا برجع بيها نظيفة. كنت قبل كده برجع اغسلها برضو لاني ببقى حطاها مع هدوم متوسخة، لكن دلوقتي بقيت بفصل الهدوم المتوسخة في شنطة لوحدها والهدوم النظيفة بخليها لوحدها علشان ترجع على الدولاب على طول نظيفة. فحتى الهدوم المتوسخة دي مهما اخدتي بالك برضو بيرجع فيها رمل. فاكتشفت يا بنات ان الرمل ده هو فعلا اللي بيبهدل الغسالة وبيبوظها. فعشان كده زي ما شفتوا انا عندي كل فترة بحاول ان انا انظف الفلتر بتاع الغسالة ده. وكمان في نفس الوقت بعمل غسلة كده بالخل، يعني بنظف الفلتر زي ما شفتوا عندي في اول الفيديو كده. انا بفتحه وبعدين باخده على الحوض اغسله كويس جدا. الجزء بقى اللي بيبقى فيه الفلتر ده بجيب الفرشة اللي انتوا شفتوها دي، والفرشة دي خطيرة يا بنات، يبقى فيها خزان كده بتدوسي عليه بينزل لك السائل وبعدين بتغسليه. بصوا انا مش عايزة اقول لكم بتخليه فله بجد خطير يعني. وبعدين بحط بلف عليه قماشة
القماشة دي يا بنات أنا كنت وريتها لكم قبل كده، إني باجيب باكيت فيه قماش صغير، بس القماشة اللي بانضف بيها المكان ده أنا بارميها على طول، ما بارجعش أغسلها واستعملها تاني. فلفيت عليها القماشة دي وحاولت إن أنا أنشف المكان ده كويس من أي صابون ومن أي حاجة، وبارجع أغسل القماشة دي برضه وأمشي بيها مرتين في المكان ده لغاية ما أتأكد إنه بقى تمام وما فيهوش أي حاجة، فبارجّع الفلتر. في الأيام العادية أنا باعمل غسلة بالخل، بس دلوقتي لأ، بصراحة باخلّي بقى الغسلة بالخل بعد ما أخلّص هدوم المصيف كلّها. باعمل الموضوع ده يا بنات مرّتين، قبل ما أبدأ أغسل الهدوم بتاعة المصيف اللي أنا راجعة بيها بانضّفه لأول مرّة، وبعد ما باخلّص كل الهدوم دي بقى المايوهات، لإن طبعًا أنا في المصايف ما باغسلش مايوهات، فبارجع بيها يعني يا دوب بتتشطف كده، فمهما كان الشطف ده مش زي ما تبقي غاسلاها في الغسالة، أنا باغسلها مرّة واحدة بس لمّا بارجع. فطبعًا بيبقى فيها رمل في الحاجات دي، فباتأكد بقى إن أنا خلاص خلّصت كل الحاجات اللي فيها الرمل دي، وبعدين بارجع تاني أنضّف الفلتر بقى وأنضّف الغسالة كلّها تنضيفة حلوة بالخل بقى، بالجزء بتاع الكاوتش اللي حوالين ال بكل حاجة، اللي هو حوالين الحلة بتاعة الغسالة ده. فبجد يا بنات دي أكتر حاجة حافظت لي على نضافة الغسالة وخلّتها بجد ما تبوظش منّي الحمد لله، لإن أنا كان عندي كل سَنة بعد المصيف لازم صيانة للغسالة. السنة دي خدت بالي لإن يعني بُصّوا، بتبقى مأساة، أنا ما باقدرش موضوع إن الغسالة تروح تتصلّح، ويا ريتها بتتصلّح في البيت أو حاجة بسيطة، لأ، ده الموضوع إن هي بتروح عند راجل يصلّحها، فأنا باحتاس في الكام يوم اللي هي مش موجودة فيها دي، لإنها حرفيًا دي واحدة من ولادي، بجد يعني أنتم مش متخيّلين. فالحمد لله أخدت بالي كويس جدًا ومبسوطة أوي من نَفْسي بقى، يعني أنا بجد فخورة بنَفْسي إن أنا ربطت الأول المواضيع، إن أنا ابتديت أحس إن لأ، أنا في مشكلة عندي بجد بعد المصيف، فأمّا ابتديت أتعامل معاها صح، إن أنا كمان ابتديت أمسك الهدوم أنفّضها كويس جدًا من أي رمل، إن أنا أضبّط الدنيا فاهمينّي؟ فحاسة إن أنا لأ، الحمد لله المرّة دي فارقة معايا يعني. فأنتِ خلّي بالِك برضه من النُقط دي لو الغسالة عندِك فعلًا بتعمل معاكِ تريكات نقص كده بعد المصيف، أو عمومًا هي تنضيفة الغسالة دي مهمة جدًا، كل فترة إن أنتِ لو حتى كل شهر مرّة في آخر الشهر كده تنضّفي الفلتر بتاعها، وكمان تحطّي خَل. بُصّوا يا بنات أنا باحط إزازة خَل مثلًا بس مش من الكبيرة أوي دي، أو لو عايزة تحطّي من الكبيرة براحتِك، وبتحطّي معاها معلقتين بيكربونات الصوديوم، واتفرّجي على اللي هيطلع من الغسالة، أصلًا هتلاقي طالع منها صابون وأنتِ مش حاطة مسحوق، يعني لإن بيبقى فيها بواقي وحاجات، فعلى طول لو لقيتِ الغسالة مش بتغسل كويس أو في روايح منها في الغسيل أو عاملة ريحة مش كويسة، بُصّي ما تفكّريش مرّتين، على طول اعملي الغسلة بتاعتها دي، وأنتِ مع الوقت هتلاقي أصلًا الغسلة دي فارقة مع الغسيل، وفارقة مع ريحة الغسيل، تنشيف اللي هو العصر بتاع الغسالة نفسه بيبقى أحسن، فأكيد يعني ده هيبقى مناسب، وكمان زي ما قُلت لِك حاولي إن أنتِ يعني ما تتقّليش على الغسالة في الغسيل، والله يا بنات أنا بابقى راجعة معايا جبل غسيل حرفيًا، بس في نفس الوقت برضه عمري ما بازوّد يعني الغسّة الواحدة ما باتقّلش على الغسالة جامد، علشان طبعًا الحلّة بتاعتها كل ما هتتقّلي عليها وخصوصًا في العصر وكده، هتلاقي الغسالة لا بتعصر كويس ولا بتغسل أصلًا كويس، فدي مش ميزة، يعني صدّقيني دي عمرها ما كانت ميزة، إن أنتِ تزوّدي الغسيل وفي الآخر هتلاقي نفسِك بتغسلي مرّتين برضه، يعني هتلاقي الغسيل ولا اتغسل كويس ولا اتعصر كويس، فأنا دايمًا حتى في الأيام العادية بعيدًا عن المصيف وبعيدًا عن أي حاجة، عندي كل يوم غسلة واحدة بس، باحاول إن أنا ما أكترش كمية الغسيل عشان برضه ما أتعبش وأنا بانشر، ولا أتعب وأنا باطبّق الغسيل ده وبارجّعه مكانه، الدنيا بتبقى خفيفة جدًا، وبرضه دي حاجة الحمد لله بتحافظ على الغسالة وصحية جدًا في الغسالة، وبرضه حاولي تلتزمي بالمكيال بتاع يعني كل مسحوق له مكيال معيّن، لإن خلّي بالِك كل ما زوّدتِ في المسحوق، كل ما عمل رغاوي أكتر، كل ما ده كان مُضر مش صح للغسالة، يعني خلّي بالِك إحنا ممكن تكوني لأ، ده مثلًا تقولي إيه، لأ ده أنا عندي الغسلة دي كبيرة فأنا هازوّد المسحوق علشان تنضف كويس، لأ خالص، هو المفروض أصلًا الغسالات الأوتوماتيك ما ترغيش معاكِ، يعني أنتِ لو لقيتِ الغسالة بترغي جامد اعرفي إن أنتِ مزوّدة مسحوق وإن ده غلط، غلط على الحلة، غلط إن الغسيل بتاعِك مش يعني
مش هيطلع منه المسحوق كله كويس، بالعكس ده هيبقى فيه في الهدوم بواقي ورواسب من المسحوق ده، وطبعا ده غلط جدا وممكن يعمل حساسية ويعمل مشاكل في الجلد. فما تفرحيش بالمسحوق الكتير. يعني ال الاوكسي الغطا بتاعه ده هو المكيال بتاعه، المفروض ان انت بتحطي على قده. وقري برضو دايما. بصي، هو اي مسحوق عموما انت بتستخدميه بتلاقي على ظهره كده فيه تعليمات الغسيل، فانت حاولي دايما ان انت تقري التعليمات دي كويس. هاتي دايما مع الغسيل اللي هو الكلوريل، ده بيساعد جدا، خصوصا لو انت عندك اطفال بقع شوكولاته حاجات كده، فلازم يبقى معاكي عامل مساعد، لان يعني اي مهما كان اللي بتستخدميه، انا بستخدم الاوكسي بصراحه ومرتاحه فيه جدا. وعايزه اقول لكم ان انا 90% من الاوقات ما بجيبش معاه حتى منعم اللي هو بيعمل ريحه حلوه في الملابس ده، لان اصلا هو بتبقى ريحته حلوه فما بحتاجش معاه حاجه. لكن لو انا عندي، مش دايما بحط الكلوريل، يعني الكلوريل الالوان ده بس اعمله لو في بقعه مثلا في اللبس حاجات كده. وكمان يا بنات مؤخرا بقيت بجيب البريكس، عمل بودر كده اللي هو للبقع، يعني مذيب بقع او مش عارفه اسمه ايه بالظبط يعني، بس ابقى اصوره لكم مره. المهم ان هو خطير يا بنات، حلو قوي ان انت لو عندك اي بقعه في الهدوم تعالجي البقعه دي الاول. انت بتجيبي شويه بودر كده وتحطي عليهم شويه ميه وتبداي ان انت تدعكي بيهم البقعه دي. لازم، عشان انت لو حطيتي المسحوق مباشره حتى لو انت مستعمله كلوريل مع الغسله مش هينضف. هو دايما نحاول الهدوم اللي فيها بقع، وانا بعمل كده بخليها على جنب لوحدها، علشان وانا بدخلها الغسالة ببقى عارفة مثلا ان التيشيرت ده فيه بقعة، او طبعا اقلام الجف اللي مش عايزة اقول لكم يعني كارما كل يوم جايلي من الدرس فيه بقع جف طبعا في الهدوم وكده، عشان بدأنا خلاص دروس بقى. ف يلا الحمد لله على كل حال. فالهدوم دي بحاول ان انا اعالجها الاول بأي بقى حاجة للبقع يعني، قبل ما ادخلها الغسالة، لان انا جربت قبل كده كتير مفيش بقع بتطلع بالمسحوق لوحده. ويعني بصوا، لا هيعمل لكم مشاكل في الهدوم لو مثلا عملتوا على حرارة عالية، فساعات ده بيبوظ الهدوم. فحاولوا احسن تعالجوها قبل ما تدخلوها الغسالة. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة، واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.